في يومين بس. دي حالة روشة نيوكاسل يا شباب، لقيتها عندي. تمام. اول حاجة لما تلاقي حاجة زي كده لازم تعزل فرد الحمام. تمام. وهبدأ ان انا اشتغل عليه وهنتفه ريش الجناح وريش الديل. تمام. تبدأ تشتغل عليه بريش الجناح وريش الديل تشيلهم. تمام. وهبدأ ان انا ادي فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 ده عشان يزود المناعة عنده. تمام. ده 3 شرط بالسرنجة الانسولين لمدة يومين. تمام. وفي نفس الوقت هبدأ ادي اسبوسيد اللي هو بتاع الاطفال عشان يدي سيولة في الدم يا جماعة، عشان يعمل سيولة في الدم. نص قرص لمدة 4 ايام. تمام. هبدأ اشتغل عليه كده ليه؟ عشان يسيح الدم بتاعه، عشان الدم متجلط. تمام يا شباب. وهنشوفوا ايه الدنيا بعد كده اهوت وايه اللي حصل. ده فرد الحمام اللي كان مروش يا شباب. بصوا كنت نتف الريش بتاعه الديل والجناح زي ما قلت. بعد 4 ايام باذن الله النتيجه ظهرت اهيت. اهم شيء تحط في الشمس. الشمس لو طول اليوم يا شباب، الشمس هي اللي عملت وهي اللي ظبطت الكلام دوت. طبعا زي ما قلت في اول الفيديو استعملت اللي هو الفيتامين ب 12. تمام. واللي هو الاسبوسيد. استعملت الاثنين دول مع بعض يا شباب. تمام. وبقيت اكله لوحده. بس لازم تلحق الحاله في اولها. في اولها زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، فرد قام زي ما انتم شايفين وزي الفل. الشمس اهم حاجه يا جماعه، هي الشمس اللي خففته اكتر. تمام. واهم شيء ان ما يكونش فيه سيرومانيلا. لازم لو في سيرومانيلا هتلحقه بكولو بريم اردني من الصيدليه البيطريه. هتدي سنت في الفم مباشر قبل الكلفه بساعه لمده 4 ايام. ده لو في اسهال اخضر غامق. تمام. وزي ما شفتوا بعد 4 ايام النتيجه يا جماعه. اهم شيء الشمس يا اخواتي. الشمس زي ما انتم شايفين انا كل يوم بسيبه في الشمس. وتحياتنا للجميع ويا رب الامراض تبعد عنكم. وده كان فرد حمام بسم الله ما شاء الله اول شغل. تحياتي للجميع.